بسم الله الرحمن الرحيم. بنعاود اللقاء مرة أخرى مع الاشتقاق. في الاشتقاق النهاردة هندرس حاجة اسمها المعدلات الزمنية المرتبطة. ده تطبيق أو أول تطبيق على الاشتقاق. ما معنى معدل زمني؟ يقول لي لو في متغير، أي متغير مرتبط بالزمن فأنا بشتقه بالنسبة للزمن. لو أنا عندي صاد دالة، هي دالة في س، لما أجي أشتق الصاد بالنسبة لمتغير آخر اللي هو دال صاد بالنسبة للمتغير نون، يبقى هنا لو أنا اشتقيت بالاشتقاق بالنسبة للزمن هيبقى دال صاد على دال نون بيساوي هشتق الدالة واشتق متغيرها س بالنسبة للزمن، هكذا. يبقى أي دالة مرتبطة بالزمن لما أجي أشتقها أشتق المتغيرات. شوف أنا بقول المتغيرات مش الثوابت، المتغيرات جميعها بالنسبة للزمن. يعني مثلا لو عندي مساحة دايرة، الدايرة طبعا لها مساحة بتساوي باي نق تربيع. لو المساحة متغيرة نتيجة تغير نص القطر، يعني نص القطر نق بيتغير نتيجة تسخين أو نتيجة تبريد، يعني ممكن فيه زيادة وممكن يبقى فيه نقص. فأنا لما أجي أشتق المساحة بالنسبة للزمن هقول له ده الميم على ده النون، ده الميم على ده النون بتساوي الباي ده ثابت، هشتق يبقى 2 باي نق. لما اجي اشتق النق بالنسبة للزمن يبقى ده النق على ده النون، هكذا. اهو ده كده اسمه اشتقاق بالنسبة للزمن. فيه ألفاظ يعني ممكن ده النق يبقى متزايد، وممكن ده النق يبقى متناقص. يعني ممكن المساحة تزيد وممكن المساحة تقل. فيه انكماش اللي هو تناقص، وفيه تمدد اللي هو عبارة عن تزايد. يبقى ممكن يكون ده النق بالموجب وممكن يكون بالسالب. اللي انا اقصده يعني معدل التغير ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب. لو هو انكماش او انحسار او انقلال كل ديت بالسالب. انما ايه الزيادة، التمدد، كل دي تؤدي الى معدلات زمنية موجبة. طيب يلزمني وانا بدرس المعدلات الزمنية المرتبطة ان انا اراجع بعض قواعد المحيط والمساحة لبعض الاشكال. ايه اهم الاشكال اللي انا شفتها وردت في المسائل؟ عندنا شكل مشهور دايما في المسائل اللي زي دي، المربع. لازم اعرف المساحة بتاعته والمحيط بتاعه عشان اعرف اكون المسألة اللفظية. وكمان عندي المستطيل، وفي كمان عندي المثلث. المربع المساحة بتاعته طول الضلع في نفسه،
يعني لام تربيع. المستطيل لو له طول س وله عرض ص يبقى المساحة بتاعته س ضرب ص. المثلث له عدة قواعد للمساحة، أشهرها نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. طب لو ما عنديش ارتفاع وعندي ضلعين متجاورين والزاوية بينهم، يبقى تبقى نص حاصل ضرب الضلعين، لو دي ألف ده ألف شرطة، ولو دي باء يبقى باء شرطة، يبقى ألف شرطة ضرب باء شرطة في جيب الزاوية بينهم اللي هي جا جيم. ده المثلث. محيط المربع 4 ضرب طول ضلعه. محيط المستطيل أجمع الطول والعرض واضربه في 2. محيط المثلث مجموع أطوال أضلاع. طيب إيه كمان يلزمني من الهندسة المستوية؟ يلزمني برضو وأنا براجع اللي هو تشابه المثلثات. لو أنا عندي مثلثين متشابهين ألف باء جيم، ومثلث آخر س صاد عين، إذا تشابهوا بأي نظرية من نظريات التشابه، يعني كان فيهم الزوايا جميعها متطابقة مثلا، ودي إحدى النظريات، أو كان فيهم الأضلاع المتناظرة متناسبة، أو لو تساوت زاويتين وتناسب ضلعيها. المهم تشابه المثلثات. لو المثلث ألف باء جيم يشابه المثلث س صاد عين، ما ننساش التناسب بتاع الأضلاع. يعني ألف باء لما بقسمه على س صاد يساوي باء جيم على صاد عين يساوي جيم ألف على عين س. وطبعا لو جبت أضلاع المثلث الكبير فوق وأضلاع المثلث الصغير تحت مش هتفرق، زي ما احنا خدنا في تشابه المثلثات قبل كده في المرحلة الإعدادية. يهمني كمان تفتكر نظرية فيثاغورس، محدش بينساها أبدا، موجودة في المثلث القائم الزاوية. في المثلث القائم الزاوية ألف باء جيم، لو ده طوله مثلا عين وده طوله س وده طوله صاد، يبقى عين تربيع بتساوي س تربيع زائد صاد تربيع. مربع الوتر يساوي مجموع مربع الضلعين الآخرين. وما ننساش برضو من حالات المثلث القائم المثلث الثلاثيني الستيني. مثلث الثلاثيني الستيني المقابل للزاوية 30 نص الوتر، والمقابل للزاوية 60 بيساوي نص الوتر في جذر 3. دي نسب المثلث الثلاثيني الستيني، مهم جدا. طيب يلا بينا كده نشوف أول مثال على المعدلات الزمنية المرتبطة. وقبل ما أبدأ برضو لازم نكون مراجعين برضو بعض المجسمات من حيث المساحة والحجم. المجسم اللي أنا لقيته دايما مشهور في معدلات الزمنية المرتبطة، ادي المجسم اهوت. تعال كده نشوف الحجم بتاعه. لو هو اول واحد المكعب، لقيت مسائل عديدة في الكتاب على المكعب. المكعب حجمه لام تكعيب، يعني حاصل ضرب قاعدة في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع يديني لام تكعيب. مكعب طول حرفه، واللام ده اللي هو حرف المكعب. ما ننساش ان المكعب هو عبارة عن شكل جميع اوجهه مربعات، ده المكعب. لو طول ضلعه لام يبقى جميع الاطوال الاضلاع بتبقى لام، يبقى الحجم بتاعه لام تكعيب. المساحة فيه له مساحة الجانبية
وفي حاجة اسمها المساحة الكلية. المساحة الجانبية للمكعب له 4 أوجه مربعات، يبقى 4 ضرب لام تربيع. المكعب المساحة الكلية بتاعته لو أضفت مساحة القاعدتين العلوية والسفلية هيبقى 6 لام تربيع، يعني 6 في مساحة المربع الواحد، 6 أوجه. المكعب له 6 أوجه وتبقى دي المساحة الكلية. من ضمن الأشكال اللي أنا شفتها متوازي المستطيلات، برضو هنلاقي فيه مثال على متوازي المستطيلات. متوازي المستطيلات اللي هو الشكل اللي جميع أوجهه مستطيلة ما لم يذكر خلاف ذلك. يعني ممكن يديني متوازي المستطيلات ليه حالة خاصة، قاعدته العلوية مربع والسفلية مربع، يعني القاعدة بتاعته مربع، إنما في العموم هو له طول وله عرض وله ارتفاع، والحجم بتاعه يبقى س ضرب ص ضرب عين، يعني الطول في العرض في الارتفاع. ده متوازي المستطيلات. المساحة الجانبية المتوازي المستطيلات بيبقى س زائد ص، يعني محيط القاعدة في الارتفاع يديني المساحة الجانبية. محيط القاعدة اللي هو س زائد ص في الارتفاع يديني المساحة الجانبية. وأي شكل أي مجسم عايز أجيب المساحة الجانبية، لو أنا عرفت محيط القاعدة أضربه في الارتفاع يديني المساحة الجانبية. أما المساحة الكلية بضيف مساحة القاعدتين، هتبقى المساحة الكلية بتاعتي هتبقى س في ص زائد ص في عين زائد عين في س ضرب 2. ليه؟ لأن هو 6 أوجه ضرب 2. طيب ده متوازي المستطيلات. في برضه هنلاقي الاسطوانة. الاسطوانة الحجم بتاعها مساحة القاعدة اللي هي باي نق تربيع في الارتفاع بتاعها. يعني لو أنا عندي اسطوانة دائرية قائمة، الارتفاع بتاعها هو المسافة ما بين القاعدتين ونص القطر اللي هو نص قطر القاعدة. أضربها في باي وربع نق، يبقى باي نق تربيع في عين، ده اللي هو حجم الاسطوانة مساحة القاعدة في الارتفاع. أما المساحة الجانبية اللي هي محيط القاعدة 2 باي نق في الارتفاع، يعني محيط القاعدة في الارتفاع. دايما لما تنسى افتكر ان المساحة الجانبية لأي مجسم محيط القاعدة في الارتفاع، محيط القاعدة بتاعتي في الارتفاع. يعني لأن المحيط هو اللي لو صعد لفوق بيعمل الحجم أو المساحة الجانبية. طيب المساحة الكلية بالإضافة للجانبية أضيف مساحة القاعدتين، يبقى الجانبية زائد مساحة القاعدتين، القاعدة اللي فوق والقاعدة اللي تحت. من ضمن الأشكال برضو اللي هي الكرة. الكرة الحجم بتاعها 4/3 باي نق تكعيب، بذكرك أهو. أما المساحة لو اشتقيت الحجم هيديك المساحة، يبقى 4 باي نق تربيع. دي المساحة الجانبية أو المساحة الكلية، لأن ملهاش مساحة جانبية، هي دي المساحة الكلية. يعني إحنا ممكن نشيل الفاصل دهوت ونقول إن مساحتها كلها بتساوي 4 باي نق تربيع، ملهاش مساحة، يعني مفيش تفصيل جانبية وكلية للكرة. دي معظم الأشياء اللي أنا قبل ما أحل أي مسألة على المعدلات الزمنية المرتبطة لازم أعرفها، لأنك هتشوف دلوقتي حالا وإحنا بنحل هنلاقي مثلا في مسألة زي دي بيقول لي إيه؟ أنا عندي مكعب يتمدد بالحرارة. أنا في المسائل اللي زي دي بحاول أرسم رسم تخطيطي خفيف كده للمسألة. يعني مثلا لو أنا رسمت مكعب أهو،
رسم تخطيطي كده للشكل، وابتدي افترض فروض، لان بتبقى المساله لفظيه زي ما انت شايف. هفرض ان طول حرف المكعب لام، عاده بيبقى لام. المكعب يتمدد بالحراره، يتمدد يعني معناها ان هو بيزيد، فيزداد طول حرفه بمعدل كذا. يعني معنى كده ان لما اجي احل هقول له انا عندي معطيات ان المكعب حجمه كله ح، يعني هقول ده حجم المكعب، وهقول له لام ده طول الحرف، هجيب كده رموزي واسميه. وتزداد مساحته، خلينا نقول ان ميم هي المساحة، ميم المساحة، يبقى الحجم ح، طول الحرف لام، المساحة ميم. ومديني تزداد مساحة سطحه، يعني د ميم على د نون تساوي 72% سنتيمتر مربع. طيب وكمان طول الحرف د لام على د نون بيحصل له بيتمدد طول الحرف بمقدار 2%. كلام جميل. يبقى عندي نسبة تمدد طول الحرف أو معدل تغير طول الحرف 2%، ومعدل تغير المساحة كذا. أوجد طول حرف المكعب في هذه اللحظة ومعدل الزيادة في حجمه حين ذلك. طيب هو اداني مساحة، يبقى أنا أبدأ بقانون المساحة. يبقى أنا أقول له دلوقتي أنا عندي مساحة المكعب، طبعا هنا المساحة إن الشكل كله بيتمدد، يبقى المساحة بتاعتي السطحية كلها الكلية، مش هقول مساحة جانبية بس هي اللي بتتغير. يبقى عندي المساحة بتاعت المكعب 6 لام تربيع. هبتدي اشتقها بالنسبة للزمن، يبقى هقول له د ميم على د نون هتساوي 12 لام في د لام على د نون. هعوض بالأرقام اللي موجودة عندي عشان المجهول اللي عندي اللي هو عاوزه لام، يبقى هو كل مشكلته في ايه؟ في ايجاد طول الحرف. طيب هنبدأ نقول له طيب أنا دلوقتي عندي د الميم على د نون أهيت ب 72%، 12 لام مجهولة، عندي د لام على د نون ب 2%. طيب إذا معنى كده إن لام هتساوي ل 72% تقسيم 12 اللي هي مضروبة في 2%. هحسب الحسبة دي هيطلع لي طول حرف الايه؟ المكعب. تعال كده نحسبها. هنقول له دلوقتي أنا عندي 72% ده في البسط، أنزل تحت في المقام وأقول له أنا عندي 12 ضرب 2%. الكلام ده يساوي كام؟ يطلع الناتج بيساوي 3. ده طول الحرف. طيب 3 ايه؟ هو مميز بالسنتي، يبقى 3 سنتيمتر. تمييز طول الحرف. وبعد كده بيقول لي طب انا عاوز معدل الزيادة في الحجم. هستخدم قانون الحجم. الحجم بيساوي حجم المكعب لام تكعيب، هبتدي اشتقه بالنسبة للزمن، يبقى د ح على د نون. اشتقاق ديت يبقى 3، نزل الأس واطرح 1 واقول له في د لام على د نون، وابتدي اعوض بقى هنا. د ح على د نون دي مجهولة، تمام. عندي 3 وطول الحرف طلع لي اهو 3، يبقى 3 تربيع.
وعندي د لام على د نون معدل تغير طول الحرف بيساوي 2%. بس هحسب الحسبة دي، يبقى يقوم يطلع لي معدل التغير في الحجم حينما يكون طول حرف المكعب 3 سم. عندي 3 هضربها في 3 سكوير أو 3 تربيع، وبعد كده هضرب في 2%، هيطلع الناتج بيساوي 54%. طبعا وتمييز الحجم برضو بالسنتيمتر المكعب لكل حسب ما هو مميز للدقيقة ولا الثانية، هو مميزها دي. يبقى أنا هنا في مسائل معدل الزمن المرتبط حجم. الحجم فرضنا ح طول حرف لام المساحة م. طيب وهو مديني معدل التغير في طول الحرف ب2 لام، د لام على د نون بتساوي 2%، ومديني معدل التغير في المساحة. عندي 3 قوانين في المكعب: مساحة جانبية ومساحة كلية والحجم. طبعا هو مش هيقول لي مساحة جانبية ليه؟ لأن في تسخين بيحصل للمكعب المجسم المكعب، سواء كان من معدن أو من أي حاجة، فبالمكعب المساحة كلها بتاعته بتزيد. يبقى أنا هستخدم قانون المساحة 6 لام تربيع اللي هي المساحة الكلية يعني. اشتقتها وطلعنا اللام بيساوي 3 سم. طيب هو كان عاوز بعد كده معدل التغير في الحجم، اشتقيت قانون الحجم وعوضت بالحاجة اللي عندي اللي هو لام اللي أنا مطلعه في الخطوة اللي قبلها ب3 في معدل تغير طول الحرف، طلع لي الناتج بيساوي 54%. طيب هنشوف مثال آخر من الأمثلة المعدلات الزمنية المرتبطة. بيقول لي هنا في سلم، هنقرأ برضو المسألة ونحاول نرسمها رسم بسيط. بيقول لي هنا بيرتكز سلم على أرض أفقية. خلينا نقول آدي الأرض الأفقية وطرفه الأعلى على حائط رأسي، يعني في حائط رأسي. فين السلم بقى؟ آدي السلم، ده السلم مرتكزا بطرفه السفلي، وليكن طرفه السفلي ألف، وبطرفه العلوي خلينا نقول طرفه العلوي باء. ده فرض من عندي. تمام. طبعا الحيطة في الوضع المثالي عمودية رأسية، مفيش حيطة مايلة، ولو كانت مايلة كان قال. إنما في الوضع القياسي إن المثلث قائم الزاوية في الحالة دي اللي هي الإيه؟ الزاوية ما بين الحيطة والأرض. طيب إذا انزلق الطرف السفلي، خلينا نقول إن المسافة السفلية ديت ما بين السلم طرف السلم ألف وبتاع دي س، والمسافة الرأسية ص. كلام جميل. بيقول لي إن المسافة د س على د نون أهو، إذا انزلق الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط بمعدل 30 سنتيمتر لكل ثانية، أوجد معدل انزلاق الطرف العلوي، يعني نقول د ص على د نون. ما هو الطرف العلوي اسمه ص اللي هو دي، معدل انزلاقه د ص على د نون، يبقى دي علامة استفهام. عندما يكون قياس الزاوية بين السلم والأرض باي على 3، عندما يكون قياس الزاوية بين السلم والأرض باي على 3 اللي هي 60 درجة. طيب كلام جميل. يرتكز سلم بطرفه الأسفل على أرض أفقية وطرفه الأعلى على حائط رأسي، نفس الرسمة دي كده. إذا انزلق الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط بمعدل 30 سنتي، أجل معدل انزلاق الطرف العلوي عندما يكون قياس الزاوية بين السلم
والأرض تساوي باي على 3. يبقى أنا لازم أستخدم علاقة هنا هوت، علاقة تربط ما بين السين والصاد والزاوية بتاعتي. أظن هنا فيثاغورس هو أبسط العلاقات اللي موجودة في المثلث القائم. يبقى أنا أقول له كده الحل من نظرية فيثاغورس إن س تربيع زائد ص تربيع اللي هي الس الأفقي والصاد الرأسي بتساوي طول السلم اللي أنا لو سميته مثلا عين يبقى عين تربيع. خلي بالي إن طول السلم ثابت، يعني هنا ملحوظة مهمة جدا، طول السلم ثابت خشب ما بيتغيرش. اللي بيتغير المسافة س والمسافة ص نتيجة انزلاق السلم. يبقى أنا لما أجي أشتق هقول له 2 س في د س على د ن زائد 2 ص في د ص على د ن بتساوي صفرا. ليه صفر؟ لأن السلم ثابت، طوله ثابت. طيب أنا عندي إيه من المعلومات؟ عندي د س على د ن، كلام جميل. وعندي ما عنديش س ولا عندي صاد. طيب نقول أنا عندي 2 س مضروبة في معدل انزلاق الطرف 30 زائد 2 صاد د صاد على د ن بتساوي صفر. المعادلة كده فيها 3 مجاهيل ما ينفعش أمشيها. طيب لازم فيه علاقة ما بين السين والصاد، هحاول أقلص المجاهيل بتاعتي. يبقى أنا هلجأ لمعطى. المعطى بيقول إن الزاوية دي باي على 3. هفتكر بقى المثلث ال30 الستيني هنا. أما تبقى ديت قياسها 60 هتبقى دي قياسها 30 أكيد. يعني المثلث اللي عندي هنا مثلث دي 60 ودي 30، ادي صاد وادي س. يعني معنى كده ان علاقة المثلث هنا ان انا ممكن اقول ان س وصاد بينهم علاقة. ايه هي العلاقة؟ س نص الوتر، س نص الوتر، تمام. وصاد بتساوي نص الوتر في جذر 3. يبقى س ديت نص الوتر ودي صاد، المقابل للزاوية 60 نص الوتر في جذر 3. يبقى هنا هوت هقول له إن صاد هتساوي نص الوتر مضروب في جذر 3. طب ما هي س نص الوتر، يعني صاد هتساوي س مضروبة في جذر 3. يعني أنا ممكن أشيل س دهيت أو أشيل صاد وأحط س جذر 3. يبقى أنا أقول له 2 س في 30 يعني 60 س بتساوي سالب 2 مضروبة في صاد. صاد اللي هي س جذر 3 في د صاد على د ن. كلام سليم. أصبحت س دي مع س دي اختصرناها. أصبح لدينا مجهول واحد اسمه د صاد على د ن. أقول له إذن د صاد على د ن بتساوي 60 على 2 جذر 3 وبالسالب. ليه بالسالب؟ لأن بيحصل إن صاد بتتناقص. يعني لما صاد السلم ينزلق لأسفل. بنواصل مع بعض الحصة الثانية من التدريبات على
المعدلات الزمنية المرتبطة، ونشوف مسألة بيقول لي فيها أنا دلوقتي عندي مجسم معدني. تعال كده نشوف هنحلها ازاي. هنبدأ نحاول نرسم رسم توضيح للمسألة. جسم معدني على شكل متوازي مستطيلات. متوازي المستطيلات عادة بيبقى عبارة عن أوجهه مستطيلات، له 6 أوجه، كل وجه منهم مستطيلات، ما لم يذكر خلاف ذلك حالة خاصة زي المسألة دي. هو قال لي قاعدته مربعة الشكل، يعني لو طول الضلع بتاع القاعدة س يبقى العرض بتاعها برضو س، يعني هنا س وهنا س. كلام جميل. هنا س وهنا س. طيب طول ضلعه يتزايد بمعدل 1 سنتي، يعني السين دهيت بتتزايد ب1 سنتي، يبقى د س على د ن تساوي 1 سنتيمتر كل دقيقة. وارتفاعه، تعال نقول ان الارتفاع عين بيتناقص، يبقى الارتفاع بيتناقص، يعني بمعدل لو انا قلت د عين على د ن بيتناقص بمعدل 2 سنتيمتر لكل دقيقة، بالسالب تناقص، يبقى هنا في تناقص، يبقى الاتنين دي بالسالب. اوجد معدل تزايد حجمه، يبقى انا لو قلت ان الحجم بتاعي ح، يبقى الحجم بيساوي ح. عندما يكون طول ضلع قاعدته، يعني عندما يكون س بتساوي 5، وارتفاعه عين يساوي 20، يبقى انا هبدأ بقانون حجم الشكل اللي قدامي اللي هو متوازي المستطيلات. يبقى انا اقول له كده الحجم ح هيساوي مساحة القاعدة اللي هي س تربيع طول في عرض، او طول الضلع في نفسه لانه مربع، س تربيع في الارتفاع، ده الحجم. هي حجم متوازي طول في العرض في الارتفاع، بس هنا القاعدة مربع، فعشان كده قلت س تربيع. تعال نشتقها بالنسبة للزمن، يبقى ده الح على ده النون، الحجم بيتغير والقاعدة بتتغير، يبقى 2 س في د س على د النون في عين، زائد طبعا ده حاصل ضرب، هشتق واسيب العين. اشتقيت س تربيع ب 2 س في د س على د النون وسبت العين. المرة دي بقى هسيب س تربيع واشتق العين تبقى ب1 على د العين على د النون. ادي العلاقة بتاعتي. تعال بقى نشوف هو مدي ايه. بيقول لي ان د العين على د النون موجودة بسالب 2، يبقى هنا فيه سالب 2. طيب س تربيع عندما يكون طول ضلع قاعدته 5، يبقى هنا طول ضلع القاعدة 5، يبقى هنا 5 تربيع زائد العين اللي هو الارتفاع، وعندما يكون ارتفاعه 20 يبقى هنا عين ب20. كلام جميل. د س على د النون موجودة ب1 سنتي، د س على د النون ب1. هو عاوز اوجد معدل تزايد الحجم، يبقى س برضه هتبقى موجود. السين بتاعتي بتساوي على حسب طول القاعدة ب5، طول القاعدة ب5، السين ب5، يبقى هنا 5، وادي الاتنين بتاعت الاشتقاق هيديني ده الح على ده النون المطلوب. يبقى انا هضرب دول كلهم في بعض ويطلع لي الناتج. ادي 2 في 5 ب10، 10 في 1 ب10 في 20 ب200. هنا سالب، هنا 25 في سالب 2،
يبقى سالب 50. يبقى الناتج بيساوي 150. طب أميزه بإيه؟ ده الحاء على ده النون معدل تغير الحجم هو الأطوال بالسنتي، يبقى سنتيمتر مكعب. طيب المعدل بإيه؟ بالدقيقة ولا بالثانية؟ هو قال بالدقيقة. بالدقيقة. ويبقى كده أنا جبت له المعدل بتاع تزايد حجم الايه؟ المجسم اللي عبارة عن متوازي مستطيلات. طيب هو بيقول لي في حاجة كمان، بعد كام دقيقة يتوقف تغير حجم متوازي المستطيلات عن الزيادة؟ طيب نشوف كده الكلام ده هيبقى عبارة عن ايه. يعني احنا لو شلنا بقى المطلوب الأول ونشوف المطلوب الثاني. المطلوب الثاني أنا عندي دلوقتي مكعب أو شبه مكعب متوازي المستطيلات، يعني طول قاعدته 5، بس هو بيقول لي بعد كام دقيقة، فأنا مش عارف. يعني أنا هعتبر أبعاد، هنقول إن أبعاد شبه المكعب هنفرضها مثلا أنا عندي إيه؟ 5 زائد نون مثلا. بعد كام دقيقة؟ أنا مش عارف الدقيقة. هتبقى 5 زائد نون. أدي القاعدة. طيب الارتفاع 20. برضه معدل، طبعا هو معدل التغير أنا قلت 1 نون و1 نون، أما معدل تغير الارتفاع بيقول لي 2 سم، يعني 2. يعني دلوقتي ناقص 2 نون لأنه بيتناقص، أنا قلت له ناقص. إنما التاني بيتزايد فأنا قلت له زائد نون. أدي أبعاد شبه المكعب الغير معروف الزمن بتاع الزيادة بتاعتها. طيب يبقى الحجم هيساوي إيه؟ قال لي الحجم هيبقى بيساوي الثلاث أبعاد في بعض، 5 زائد نون في 5 زائد نون يبقى 5 زائد نون تربيع في 20 ناقص 2 نون. أقول تاني، أبعاد شبه المكعب عند زمن نون مجهول يساوي 5 زائد نون، يعني هنا الطول ده 5 زائد نون لأنه بيتزايد بمقدار 1 فأنا قلت 1 نون، و5 زائد 1 نون ده اللي هو البعد الثاني. البعد الثالث اللي هو الارتفاع بيتناقص بمعدل 2، يبقى أنا هقول له ناقص 2 نون المجهول. طيب أنا هشتق دي، يبقى أنا أقول له ضلحة على د نون بتساوي، ده حاصل ضرب دالتين، هشتق واسيب. هشتق يبقى معنى كده ان 2 هتنزل وهكتب اللي جوه القوس نفس ما هو في مشتقة ما بداخل، يبقى د نون على د نون على د نون بواحد. خلاص يبقى هنا 1، مفيش داعي ان انا اقول د نون على د نون. يبقى نزلت الأس وطرحت 1 واشتقاق ما بداخل القوس نون بواحد في نفس الدالة التانية اللي هي 20 ناقص 2 نون. المرة دي زائد، هثبت دي 5 زائد نون الكل تربيع، واشتق دي، مشتقة دي 20 بصفر سالب 2 نون يبقى بسالب 2، يبقى هنا في سالب 2. مشتقة 20 بصفر سالب 2 نون يبقى في د نون على د نون بواحد. طيب هو عايز نون،
عندما يتوقف تغير الحجم هنا معناها ان ايه؟ ده الح على ده النون تساوي صفر، يعني اصبح الحجم ثابت. يبقى انا هحل العلاقه دي اساويها بالصفر، يبقى هنا هقول له هنا صفر. طيب لو انا حاولت ان انا ابسط 2 في 5 ب10 زائد نون زائد 2 نون مضروبة في 20 ناقص 2 نون. هنا 5 زائد نون مضروبة في سالب 2، 5 زائد نون تربيع مضروبة في سالب 2، يبقى هنا سالب 2. ولو فكينا القوس دهوت هيبقى 25 زائد 10 نون زائد نون تربيع. احاول ايه؟ طبعا الكلام ده بيساوي صفر، احاول ابسطها واطلع قيمه النون هي اللي عندها هيتوقف حجم متوازي المستطيلات. بسطها ببساطه سهله وبايه؟ بوجد قيمه نون. طيب تعال كده نروح نشوف مساله اخرى من المسائل بتاعه المعدلات الزمنية المرتبطة. طيب مسألة رابعة بيقول لي فيها الآتي: هناك ماسورة مياه طرفها ألف وباء، ماسورة طرفها ألف وباء وطولها 5 أمتار، تستند بطرفها العلوي تستند بطرفها ألف على أرض أفقية. يعني الماسورة طرفها ألف تستند على أرض أفقية، وبإحدى نقاطها دال على سور رأسي. يعني فيه نقطة اسمها دال، وأدي باء اهيت، يعني باء بره الايه؟ الحيطة دي، الحيطة الرأسية. هي ما جاتش في النص ولا المهم هي جات عند أي نقطة دال على الماسورة موجودة على حيطة رأسية، والحيطة الرأسية ارتفاعها 3 متر. كلام جميل. طبعا والحيطة هنا عمودية باء. طيب ارتفاعها 3 متر للحيطة، فإذا انزلق الطرف ألف بدأ يدي معطيات هنا. إذا انزلق الطرف ألف، دال ألف على دال نون تساوي كام؟ طرف ألف مبتعدا عن السور بمعدل 5/4 متر لكل دقيقة. أوجد معدل 5/4 صح؟ معدل هبوط الطرف اللي هو باء دهوت. لو انا اعتبرت ادي الحيطه، هو عاوز دال باء على دال نون. عندما تصل باء الى حافه السور، عندما تصل باء الى حافه، يعني معناها الماسوره هتنزلق كده وباء هيصل الى حافه السور. طيب ايه العلاقة هنا اللي انا هقدر اوصل بيها للمسألة؟ انا مثلا لو قلت ان المسافة ديت بين السين مثلا والمسافة ديت صاد، المسافة دي سين والمسافة دي صاد، اقدر اقول له باستخدام نظرية فيثاغورس زي ما حكاية السلم بالظبط،
أنا أقدر برضو هنا أستخدمها في الماسورة اللي موجودة عندي. طيب الماسورة اللي موجودة عندي ملهاش طول، لا طولها 5 متر. يبقى هنا طول الماسورة 5 متر، لما نرجعها نلاقيها 5 متر. طيب خلينا نقول ان المسافة دهيت من هنا لهنا فاء مثلا. يبقى انا عندي هنا هو فاء تربيع بتساوي س تربيع زائد ص تربيع. ده من نظرية فيثاغورس. يبقى من نظرية فيثاغورس فاء تربيع اللي هي المسافة ما بين الألف والدال بتساوي س تربيع زائد ص تربيع. طب ما أنا عندي ارتفاع الص تربيع موجود، ممكن أعوض بيها بإيه؟ بال3 سم. يبقى معنى كده إن أنا عندي فاء تربيع بتساوي س تربيع زائد 3 تربيع اللي هو طول الحيطة. تعال نشتق ونقول له يبقى د الفاء 2 فاء في د الفاء على د نون، نزلت الأس وطرحت منه 1 بيساوي 2 س في د س على د نون، ومشتقة ال9 دي بصفر. طيب أنا عندي د س على د نون موجود، عندي عندي موجود، وممكن أنا أشيل الاتنين دهيت في الطرف ده والاتنين هنا. طيب الفاء مجهول، ده الفاء على د نون هو طالبها ومعدل هبوط الطرف، تمام. السين معدل د س على د نون، الد س على د نون موجود، اللي هو مديهولي ب5 على 4. كلام جميل، اللي هو مديهولي ب5 على 4. يتفضل لي بس علاقة بين الفاء. اتفضل علاقة ما بين الفاء. يبقى دلوقتي أنا هقول له فاء، هو بيقول لي فيها لما توصل باء إلى حافة السور، يعني معناها تبقى 5. يبقى عندما، دي كانت الايه المجهولة اللي أنا قاعد أفكر فيها، عندما تصل الماسورة إلى حافة الحائط، إلى حافة الحائط، إيه اللي هيحصل؟ إلى حافة الحائط هتبقى فاء تساوي 5، وعندي الصاد ثابتة ب3، يبقى أنا ممكن أجيب السين. إذا س تربيع باستخدام نظرية فيثاغورس في الحالة دي هتبقى فاء تربيع ناقص صاد تربيع، يعني هتبقى 25 ناقص 9 تطلع 16، يعني معناها إن س هتطلع ب4. يبقى أنا أقدر أكمل وأقول له إيه؟ أنا عندي فاء ب5 اللي هو طول الماسورة، وده الفاء على ده النون، ده المجهول، بتساوي ايه؟ تساوي س اللي هي طلعناها ب4 في د س على د النون اللي هي ب5 على 4. تعال نشيل 4 مع 4، ده يؤدي إلى إن د الفاء على د النون هتطلع ب5 على 5، يعني فيها الواحد، وتمييزها يبقى ايه؟ متر لكل دقيقة. يبقى أنا دلوقتي كان عندي ماسورة طولها 5، الماسورة دي
هتبدأ تنزلق، ومعدل انزلاق الطرف ألف خلينا نسميه د س بدل د الألف ديت، هنقول له دلوقتي بتساوي د س على د ن، وده بيساوي 5/4، ده معطى. بيقول لي الطرف ألف هيبدأ ينزلق، وبالتالي الماسورة باء الطرف باء هيقرب من الحيطة الرأسية. ايه العلاقة الأشهر في الحكاية مثلث القائم؟ مفيش غير فيثاغورس. فاء تربيع بيساوي س تربيع زائد ص تربيع، يبقى فاء تربيع بتساوي س تربيع زائد طول الحيطة ثابت ب3، عوضت عليه، اشتقيت د س في د س على د ن ديت مشتقتها بتساوي 0. بيقول لي بقى أنا عاوز معدل تغير أو هبوط الطرف العلوي للماسورة. يبقى عندما تصل الماسورة إلى حافة الحيطة، يبقى في الحالة دي إن فاء هتطلع ب5، يبقى أنا أشيل فاء وأعوض ب5، دي مجهول. طب السين بكام؟ لجأت هنا لنظرية فيثاغورس وقلت له س تربيع بتساوي فاء تربيع ناقص ص تربيع، يبقى 25 ناقص 9 16، يبقى معناها آخد الجذر يبقى س ب4. هنعوض في العلاقة اللي وصلنا لها، ومنها طلعت لي الفاء بتساوي 1. نشوف مثال آخر. مثال من الأمثلة الأخرى، مثلث قائم. نلاحظ إن هنا في المثلث القائم علاقة فيثاغورس هي اللي بتحل المسائل، معظم المسائل في المثلث القائم، وتكرر في معظم المسائل. ألف باء ج مثلث أهو، تعالى نرسمه كده رسم توضيحي. مثلث على جنب المسألة، هو قائم الزاوية في ج، أدي ج وأدي ألف باء. حلو. ومساحته ثابتة ب24، يبقى المساحة هنا خلينا نسميها ب، دي المساحة، وفيه عندي باء شرطة. باء شرطة عادة هو الضلع المقابل للزاوية باء، وده معدل التغير بتاعه، ده الباء شرطة على د ن بيساوي 1 سنتيمتر لكل ثانية. هو عاوز معدل التغير في ألف وألف شرطة اللي هو الضلع المقابل للزاوية ألف. حلو، جميل جدا. يبقى هو عايز د ألف شرطة على د ن مجهولة. قياس ألف، قياس زاوية ألف عند اللحظة التي يكون فيها باء شرطة يساوي 8. حلو. يعني هو عايز معدل التغير في ألف شرطة وفي قياس الزاوية ألف. يعني عايز الزاوية ده اهي معدل التغير فيه، خلينا نسميها سيتا مثلا. عايز ايه؟ د سيتا على د ن. حللنا المسألة وفهمناها من الرسم. تعال كده بقى نصيغ الحاجة اللي هي هتجيب لي. طيب أنا ما عنديش غير مساحة، بيقول لي مساحة، يبقى أنا من الكلام أستخدم مساحة المثلث، ومساحة المثلث هنا يكون فيها الضلع ألف شرطة وباء شرطة عشان لما اشتقوهم يظهر معدلات التغير بتاعتهم. مساحة المثلث إحدى القواعد بيقول نص القاعدة في الارتفاع. نعتبر القاعدة ألف شرطة والارتفاع باء شرطة، وممكن العكس. ادي نص القاعدة في الارتفاع. طيب تعال نشتق المساحة بالنسبة للزمن. ده الميم على ده النون بتساوي نص القاعدة في د ألف شرطة على د النون مضروب في د باء شرطة على د النون. بيقول لي المساحة ثابتة وتساوي 24، يعني معنى كده ان دي بصفر، يبقى هنا صفر
بيساوي نص. ده الألف شرطة مجهول، ده اللي هو عاوزه، على ده النون بيساوي أو في ده الباء شرطة موجودة اللي هو بواحد. اللي هو بواحد. طبعا في هنا بس غلطة، ألف شرطة باء شرطة يبقى نص وثبت باء شرطة. بنشوف مثال آخر من الأمثلة، مثلث قائم الزاوية في ج. تعال كده نرسم المثلث القائم الزاوية في ج. أدي مثلث قائم الزاوية، وادي الحرف ج، وادي ألف، وادي باء. طيب بيقول لي مساحته ثابت، يعني ما بتتغيرش، يعني لما اجي اشتق المساحه بصفر. معدل تغير باء شرطه، خلي ادي باء شرطه، معطى ان معدل تغير ده الباء شرطه على ده النون، ده المعدل يعني، بيساوي 1 سنتيمتر لكل ثانيه. اوجد معدل التغير في ألف، يبقى هو عايز ده الألف شرطة، ألف شرطة اللي هو الضلع المقابل للزاوية ألف، ده النون، ده مجهول. وعايز معدل التغير كمان في الزاوية ألف، سميها سيتا مثلا، يبقى هو عايز ده السيتا على ده النون. ادي المطلوب في المسألة والمعطيات اللي موجودة فيه. طيب تعال كده نشوف، هنبدأ نحل. أنا عندي المساحة بتساوي نص ضرب القاعدة، اعتبر القاعدة ألف شرطة في الارتفاع باء شرطة. لو اشتقيت ده الميم على ده النون هتساوي ده حاصل ضرب ده اللي تيجي. هشتق ألف شرطة بواحد في ده الألف شرطة على ده النون، وثبت الباء شرطة، زائد هسيب الألف شرطة نص ألف شرطة واشتق باء شرطة بواحد في ده باء شرطة على ده النون. المساحة بيقول لي ثابت، يبقى أنا هغير وأحط ده الميم على ده النون بصفر تساوي، هو بيديني هنا ده الباء شرطة اللي هي دي موجودة، يبقى نص ده الألف شرطة على ده النون، ده المجهول. وبيقول لي هنا هو عندما يكون 8 سم، عندما يكون باء شرطة 8، هعوض باء شرطة ب 8 زائد نص أنا هنا عاوز ألف شرطة، يعني مش يعني هنا أصل المجهول ده الباء، ده هو عاوز إيه؟ ده الألف شرطة، ده الباء شرطة موجود بواحد، بس أنا عندي هنا ألف شرطة مجهولة دي بواحد، خلاص ده الباء شرطة على ده النون بواحد. الكلام ده بيساوي صفر. طيب لازم يبقى فيه عندي ألف شرطة عند اللحظة التي يكون فيها ألف شرطة يساوي كام بقى هنا ألف شرطة؟ يبقى تعالى نلجأ لمعطيات المسألة عشان نطلع. يعني احنا هنا قلنا ان المساحة نص القاعدة في الارتفاع، وبدأنا نعوض. اشتقيت الأول طبعا، حاصل ضرب دالتين ألف شرطة بباء شرطة، نص ألف شرطة بباء شرطة. لما جيت اشتقيت ده الألف شرطة على ده النون في باء شرطة، اشتقيت ديت وسبت الباء شرطة. المرة دي هسيب ألف شرطة ونص ألف شرطة في ده الباء شرطة، وبدأت أعوض. بس كان عندي هنا مشكلة في الألف شرطة. طبعا اختصار 8 مع الاتنين في 4. تعالى نطلع النص، نطلع الأربعة الطرف التاني، نقول له مثلا سالب 4 في
د ألف شرطة على د ن، ده اللي هو مطلوب. الكلام ده بيساوي نص في ألف شرطة. طبعا في واحد اللي هو د باء شرطة على د ن يبقى نص ألف شرطة. المعادلة قدامي فيها مجهولين، أنا عاوز ده وطبعا ده المطلوب. طب ازاي أشيل ده؟ تعال نروح لمساحة المثلث. يعني دلوقتي عندي مساحة المثلث تساوي نص ضرب القاعدة اللي هي ألف شرطة في باء شرطة. مساحة المثلث ثابتة 24 نص ألف شرطة مجهول، باء شرطة هو بيقول لي عندما يكون باء شرطة يساوي 8، يبقى هنا دي في 8. 8 مع الاتنين فيها الأربعة، يبقى ألف شرطة هيساوي 24 على 4 فيها 6 سم. أروح بقى أعوض عليه، يبقى أقول له إذا د ألف شرطة على د ن هتساوي هودي السالب 4 هناك بسالب ربع في نص في ألف شرطة اللي هو طالع ب6. بكده يطلع لي معدل تغير الضلع د ألف شرطة على د ن. طيب مثلا ادي فيها دي مع دي فيها 3، يطلع لي سالب 3 على 4 بالتوحيد سنتيمتر لكل ثانية. ادي قيمة التغير سالب 3 على 4 سنتيمتر لكل ثانية. طيب في حاجة تاني، هو بيقول لي أنا عاوز التغير في قياس الزاوية ألف اللي هي أنا سميتها سيتا دي. طب ودي أنا أجيبها منين؟ تعال نجيبها عن طريق ظل الزاوية مقابل على مجاور. اشمعنى؟ لأن أنا عاوز ألف شرطة وباء شرطة. دايما أنا بجيب معادلة أقدر أشتقها يكون فيها المعطيات اللي موجودة في المسألة. طيب نمسح دولت ونشوف المطلوب التاني. أهو المطلوب التاني هو عايز قياس الزاوية، تغير في قياس الزاوية ألف. أدي المثلث أهو تاني، مثلث القائم الزاوية، وادي الزاوية ألف، وادي الرأس ج القايمة، وادي باء. طبعا أنا عندي سيتا، هقول له إن ظا سيتا بيساوي المقابل اللي هو ألف شرطة على المجاور اللي هو باء شرطة، ألف شرطة على باء شرطة. طيب ألف شرطة على باء شرطة ودي ظا سيتا. تعال نشتق بالنسبة للزمن، يبقى أنا هقول له إيه؟ د ظا سيتا. لما اشتق ظا سيتا تديني كام؟ د ظا سيتا على طول، تعال نشتقها على طول. نقول له أنا لو اشتقيت ظل الزاوية يديني ق تربيع سيتا. تعال هنا نقول خارج قسم، دول دالتين مربع المقام. المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط د ألف شرطة على د ن، وادي المقام ناقص البسط في مشتقة المقام د باء شرطة على د ن. طيب أنا جبت طول الضلع ألف شرطة باء شرطة موجود ب8، وجبنا احنا ألف شرطة بكام؟ احنا جبناها، جبنا الألف شرطة على ما أظن ب6. من فيثاغورس دي 6 ودي 8، يبقى ده هو 10. القاء بتساوي معكوسة الجتا وتر على مجاور، يعني 10 على 8 تساوي الباء شرطة هو مديهولي 8
يعني 8 تربيع، ده المقام. وهنا ناقص، ادي 8. ده الألف شرطة على ده النون احنا حصلنا عليها، أو هو مديها لي معدل تغير، لا جبناها احنا بسالب 3/4 على ما افتكر، طلعناها بسالب 3/4. ادي سالب 3/4. ألف شرطة هو بيقول المعدل التغير في باء شرطة كام؟ ب1. والألف شرطة عندنا ب6. باء شرطة عندنا ب6. طبعا هنا في د سيتا على د النون، نسيناها. د سيتا دي المطلوبة على د النون. هنحسب الحسبة دي، يقوم يطلع لي د سيتا على د النون، يطلع منها الايه؟ د سيتا على د النون بسالب 3/5. هيطلع بسالب 3/5. انا حسبتها الحسبة دي طلعت سالب 3/5. بكده يبقى انا خلصت تدريبات المعدلات الزمنية المرتبطة. باقي لنا بس نشوف أرقام الواجب اللي هتكون عندنا. أرقام الواجب اللي هتكون عندنا، نقول مثلا الواجبات هتبقى موجودة في صفحة 134 من الكتاب، فيه رقم 5 ورقم 9.